السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة. كما كتشوفوا معايا وصفة ديالنا اليوم عبارة عن تحلية تركية اللي هي رائعة في المذاق. وكما كتشوفوا معايا كتجي المنظر ديالها مزيونة بزاف. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجب عائلة ديالكم، وما تنساوش تخليو لي جيم الى عجبكم الفيديو. نمروا اول حاجة اللي هي المقادير. مقادير هاد التحلية كما كتشوفوا معايا. بالنسبه نعدلو كطبقه اولى، عندي هنايا بسكوي مطحون كما كتشوفوا معايا. فانا استعملت هاد النوعيه هذه، تقدروا تستعملوا النوعيه اللي عندكم اللي متوفره عندكم. وعندي هنايا لتر من الحليب، عندي 4 ملاعق من الكاكاو كما كتشوفوا، 4 ملاعق من السكر، عندي هنايا كاس ديال الدقيق الابيض طحين عادي كيما اللي كتعملوا به الحلوى. وعندي هنايا هاد 100 غرام ديال الشوكولاط بالنسبه للشوكولاط تعدلوا ديك مربعات ديال الحلوى اللي كتعملوا به الحلوى، ولا الشوكولاط اللي متوفر عندكم. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، وعندي 2 ملاعق ديال النشا اولا مايزينا، وعندي هنايا 2 ملاعق ديال السكر الخشن السكر العادي، وعندي هنايا 2 ديال الفاني الا بغيتو تستعملوا غير وحده. صافي من بعد غنجيبوا الاناء ديال الفران، غنبسطوا ديك البسكوي كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. غنحاول نوزعوه بالتساوي في هاد الاناء كما كتشوفوا معايا. غنحاول نملأ كل الفراغات كما كتشوفوا بديك بسكوي. على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. صافي من بعد غنمروا نعدلوا يعني الطبقه الثانيه اولا التحليه ديالنا. صافي من بعد غنجيبوا الكاسرونه كما كتشوفوا، غنعملوا فيه الحليب، وغنعملوا الكاكاو وديك المكونات كاملين اللي شفنا في المقادير. بالنسبه لهاد التحليه، هي التحليه الاصل ديالها كتعملوا نفس الطبقه الاولى اللي عملت هنايا. وبالنسبه للطبقه الثانيه الا بغيتوا تعملوا يعني ديك كريم شونتيي، هما يعني الاصل ديال هاد الوصفه. الطبقه الثانيه كيعملوا كريم شونتيي، فانا بغيت نستعمل هاد النوعيه ديال الكريمه اولا كريم باتيسير في الطبقه الثانيه. وانتم لكم الاختيار الا بغيتوا تعملوا يعني على حسب المتوفر عندكم. صافي من بعد غنخلط كل شيء كما كتشوفوا حتى يذوب ديك السكر وديك الكاكاو وديك الطحين مزيان. عاد غنعدلوه على العافيه تكون مهيله يعني بحال الكريمه عاديه. من بعد نحركو مزيان، ما نوقفوش يدنا حتى يعقد لنا الخليط كما كتشوفوا معايا. صافي من بعد الا بغيتو تزيدوا هنايا ملعقه كبيره ديال الزبده. فانا ديك المذاق ديال الزبده ما كتعجبنيش في كريمه، فانا ما زيدتهاش هنايا. الا بغيتو تزيدوها يعني على حسبكم نتوما. غنزيد ديك قطع ديال الشوكولاته اللي سبق لي وذكرت في المقادير. صافي غنحركو مزيان حتى تذوب ديك الشوكولاط كما كتشوفوا. تنحسوا بان ديك الشوكولاط دابت كامله.
صافي من بعد ما غنتاكد بان ديك الشوكولاط داب كامل، غنجيبو ديك الاناء اللي عملنا فيه ديك بسكوي كما كتشوفوا، وغنعدل عليه الطبقه الاولى على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما وزعت ديك الكريمه على ديك الصينيه كامله، غنخليها تبرد شويه، عاد ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان، عاد نعدل الطبقه الثانيه. نفس الشيء غنعمل، غنجيب واحد الكاسرونه وغنعمل فيها نصف لتر ديال الحليب، وغنزيد ديك المكونات كاملين. غنزيد النشا اولا مايزينا على حسب. صافي وغنزيد هنايا السكر. فهاد التحليه كتجي لذيذه بزاف، يعني الا بغيتو توجدوها حتى للضيوف ديالكم. وهاد النوع ديال التحليات اللي كيكونوا باردين يعني بدون فرن كيجيو اسهل، وفي نفس الوقت كيجيو لذاذين بزاف. فكما كتعرفوا ان الاطفال الصغارين كيعجبوهم يعني الشوكولات، فاكيد غتعجب وليداتكم ان شاء الله الا جربتوها. صافي من بعد غنعمل نفس العمليه اللي عملت الطبقه الاولى، غندوب ديك السكر وديك النشا مزيان، عاد غنعدلو على العافيه تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى يعقد لينا الخليط مزيان. كما قلت لكم فغتخليو الطبقه الاولى يعني حتى تبرد مزيان، عاد نعملوا هاد يعني الطبقه الثانيه كما كتشوفوا معايا. صافي وغنعدل عليها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي غنحاول نقاد ديك الكريمه من الفوق. كما قلت لكم فهنايا كريم شونتيي حتى هي كتجي لذيذه يعني كتجي مزيونه، نتوما لكم الاختيار. صافي من بعد غنبسط ديك الكريمه مزيان على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. صافي وغنخليها تبرد شويه، عاد ندخلها للثلاجه، نخليها من الاحسن يعني 4 ديال الساعات اولا 5 حتى تبرد، يعني حتى تبرد الكريمه مزيان. عاد نشكلوها كما غتشوفوا معايا في بقيه الفيديو. صافي من بعد ما مرت هنايا انا عملت 3 ديال الساعات. كما كتعرفوا ان الجو بارد وفي نفس الوقت يعني التحليه دغيا كتبرد، يعني شحال ما خليتوها في الثلاجه تبرد يعني شحال ما كانت مزيانه. صافي من بعد غنقطع على هذا الشكل كما كتشوفوا. يعني غنحاولوا معها غير بشويه كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم الاحسن تخليوها حتى تبرد مزيان، وفوقاش ما قطعتوا واحد الطرف يعني تمسحوا ديك السكين باش ما تخليش ديك الشوكولاط يبان في ديك الكريمه اللولانيه. صافي من بعد غنشكلوها على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. فهاد التحليه كتبغي الخاطر غير بشويه كما كتشوفوا باش ما يفسدش الشكل ديالها، غير بشويه كما كتشوفوا معايا.
صافي، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا اليوم. فكنتمنى تعجبكم، واللي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد الفيديوهات اللي كننزل. ومع السلامه في وصفه جديده ان شاء الله.